جمال البسبوس الكيكه الكنافه بتاعتنا. والله احنا صايمين مش عارفين نقرب، وشايفين جمالها، شايفين ما شاء الله القشطه بتاعتها جميله جوه، والصينيه ما شاء الله شايفين، والصينيه ما شاء الله اهو. عايزاكم تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا شير وتخشوا على القناه اهو. وكل سنه وانتم طيبين. احلى كنافه بالقشطه احسن من الجاهزه والله. بصوا شايفين ما شاء الله عليها، شايفين القشطه جوه بتلظ ازاي وجميله اهو. عايزاكم تخشوا وتشوفوا الكنافه دي الحلوه دي اهو بتاعتنا اهو. خدي الصوره. ادي البسبوسه بتاعتنا، نقطع كمان حته. شايفين بسبوستنا الحلوه، شايفين عامله ازاي اهي. احلى بسبوسه عملناها من وش اللبن، واللي نزل من اللبن بتاع اللي عملناه من القشطه اهو. خشوا وشوفوا عملنا البسبوسه دي ازاي اهو. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ انا عندي ده وش اللبن محوشه. انا قبل كده عملت وش اللبن زبده، فانا هعمله المره دي برده وهوريكم اللي هيطلع من الوش اللبن هنعمله ايه. انا مره عملته على ايدي، ومره هعمله دلوقتي بالمضرب، وقبل كده ايه عشان اوريكم بعد ما نعمله بالمضرب هيبقى ازاي. شايفين ما شاء الله ما خدتش في المضرب بتاع 10 دقايق اهي، وابتدت الميه بتاعتها تنزل، اللي هي الميه بتاعت الزبده، اللبن بتاعها. هي مش ميه، هي لبن اللي بينزل ده. احنا بعد ما عملنا الزبده اهي بتاعتنا اهي، طلعنا الزبده ده اللبن اللي احنا ايه اهو طلعناه من الزبده. شوف اللبن ده كله زبده، فاحنا مش هنرميه، هنوريكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. هنعمل حاجه حلوه بيه. انا بعمله باي حاجه للمخبوزات، فانا هعمل دلوقتي احلى حاجه بيه. انا دلوقتي بعد ما طلعت اللبن من وش اللبن هعمل ايه. هعمل حاجه حلوه، هعمل بسبوسه. 1 معلقه، 2 3 ممكن معلقه كده اهي كده ايه 4 معالق. هحط نص جوز هند، كوباية سكر، وهحط نص معلقة بيكنج باودر، هحط رشة من الفانيليا سايلة، وهحط قطعة من الزبدة اللي انا ايه عاملاها، وهعجن باللبن اللي انا هحط كمية ايه اللبن كلها اللي هي زادت من القشطة، وهعجن بايدي. البسبوسة مش عايزة عجين، لف كده اهو وخلاص. الزبدة كله عشان ما يبقالهاش عرق تحت فوق كده. انا ايه عملت البسبوسه اهي، هحطها في الصاج بتاعي اهي، هحطها في الصاج. ما حطيتش كله من وش اللبن وزبده منه، ما حطيتش سمنه خالص، هو اللي زاد من وش اللبن اهو. هساوي وهبتدي ايه
اسوي الزبده البسبوسه بتاعتي في الصاج اهي. انا كده عملت صاج البسبوسه بتاعي اهو. هدخله على الفرن مولعاها على درجه حراره 180. انا عندي هعمل الشربات. كوبايه، 2، 3 كوبايات من السكر عشان انا عامله صاج كبير. احط عليهم 1، 2، 3 من الميه، وهحطهم على النار. بعد ما يغلوا هديهم عصره ليمونه، هقلبهم تقليب كده. مجرد ما يغلي الشربات هنديله نص ليمونه، وهنسيبه كده شربات يغلي ونطلعه سخن هو والبسبوسه. البسبوسه بتاعتنا اللي هي سخنه والشربات سخن هنسقيها الشربات. بسم الله ما شاء الله. تشرب الشربات ازاي اهي. نحط لها الشربات ونسيبها تشربها. شايفين البسبوسه بتاعتنا ما شاء الله عليها، اللي عملناها من اللبن اللي تحت الزبده اهو اهو. ما حطينا لهاش لا سمنه ولا اي حاجه. احنا عملناها كده، خدنا مكان وش اللبن اللي بيطلع من وش القشطه، عملنا بيه بس احلى بسبوسه اهو. ما حطيناش فيه اي سمنه، هي من كله من مكونات الزبده اللي احنا عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. انا النهارده عندي كنافه. هعمل الكنافه، هعمل كنافه بالقشطه. اول ما هبدا ان انا ايه بالشربات اهو. اول ما هبدا ايه بالشربات. هحط، انا عندي حوالي كيلو الا ربع من الكنافه. هحط اول كوبايه سكر، هنا تاني كوبايه، كده حطيت 3 كوبايات من السكر. هحط عليهم كوبايتين من الميه، وهرفعهم على النار. مش هاجي ناحيتهم، هرفعهم اول حاجه على النار. هعمل اول ما هبدا في الشربات، هحطه على النار وهرجع له. مجرد ما يغلي الشربات بتاعنا هنزل عليه بنص ليمونه اهو. وهبتدي ايه اقلبه تقليبه كده. احنا ما جيناش ناحيته خالص غير لما غلى اهو. نسيبه يغلي غلوتين كده. حاول ما يجيش على الجناب عشان ما يسكرش معانا. الشربات اهو بتاعنا نزلناه من على النار، هيبان لكم خفيف، بس احنا دلوقتي هناخده في حاجه ونحطه ايه يبرد في التلاجة اهو. انا دلوقتي هعمل القشطه. الكدابه اهو. هحط اول كوبايه لبن، 2، يعني كل اللبن عندي 3 كوبايات من اللبن. هنا هحط كل كوبايه لبن معلقه نشا، 2، 3، وهقلبهم على البارد كده الاول. وهرفعهم على النار مع التقليب.
ايدينا على طول في القشطه في الدابه اهي. على طول. عشان تتقل معانا وتبقى كريمي وحلوه كده اهي. ايدك على طول فيها. شايفين ما شاء الله اهي ابتدت تتقل. اهي اهي شايفين ما شاء الله اهي ابتدت تتقل معانا. ندفع عليها وهنزل عليها بمعلقتين من القشطة اللي هي وش اللبن. خليها ناعمة وكريمي كده وحلوة. مع التقليب انا طافية عليها طبعا. هسيبها وهروح للكنافة بتاعتي. انا هو اول ما هبدأ هدهن الصينية اهو سمنة اهي. الصينية هدهنها سمنة حلو كده. وهروح للكنافة بتاعتي واحط السمنة عليها. عندي اهي كوباية سمنة. احط عليهم حبة كمان كوباية، حوالي كوباية ونص من السمنة. وعندي معلقتين سكر بودر. واحاول ادخل كل السكر والسمنة دي في الكنافة بتاعتي. الصينية صغيرة بس انا ايه همشي الحال عشان نخلص. هندمج كل السمنة والسكر في الصينية بتاعتنا اهي. كله هنحطه في الكنافة كده ونخليها ايه السمنة تشرب السمنة والسكر كلها. تاخد السمنة كلها يعني تبقى ايه تحس كله دخل في السمنة في الكنافة. السمنة دخلت في الكنافة كله ايه اهو. طريقة سهلة وبسيطة للكنافة بالقشطة وسريعة وجميلة. يعني الكنافة بالقشطة الكل بيحبها صغيرين وكبار. تبقى يعني طعمة كده وجميلة. هنعملها زي بتاعة المحلات واحسن ان شاء الله يعني. بتاعتي اهي هحط نصها في الصينية. هملى الصينية كده. انا مولعة الفرن طبعا عشان تسخن. كده انا حطيت حوالي النص وهضغط زي كده صح؟ هنا احسن. لا هو كده انت كده هتفهم صح. واحد ايه ده؟ احنا كده هنجيب حاجه اهو بعد ما حطيناها هضغط عليها اهو. ضغطنا عليها على الاطراف كده جامد. بعد كده هجيب القشطه بتاعتي اهي. احاول القشطه ما تخليهاش تيجي على الاطراف. احنا اهي بالمعلقه برضو هنحاول ايه ما نوديهاش على طرف الصينيه عشان ما تتحرقش. عشان ما تتحرقش مننا. وكده هي كويس قوي.
هنزل بقى كده بقية الكمية. بقية الكمية عليها بالراحة برضو علشان مش هضغط. حاول تملي الفراغات دي كلها. احنا كده اهو سويناها بالراحه خالص عشان القشطه بتاعتنا اهي ما تضغطيش عليها جامد، عشان احنا الكريمه بتاعتنا عملناها ايه مش جامده يعني، مش اهي. هنطلع بيها كده على الفرن على طول، هنوديها الفرن على هنرش الاول، هنرش عليها حبه سمنه على الوش. كنت ناسيه الحكايه دي. نرش حبه سمنه حلوين كده على الوش. هات السمنة ايه؟ عشان السمنه دي سمنه ما شاء الله بلدي، هيديكي ليها طعم فحفح. رمضان كريم. رمضان كده ايه، احنا كده سقيناها بالسمنه على وشها، بس كده هطلعها على الفرن اهي. شايفين الكنافه بتاعتنا جوه الفرن ما شاء الله عليها عامله ازاي اهي. هسيبها تاخد لون كمان. القشطه اهي فيها عامله ازاي ما شاء الله اهي. انا عملتها في فرن الخبيز بتبقى حلوه قوي قوي اهي. هسيبها تحمر شويه وهوريها لكم. الكنافه بتاعتنا اهي طلعت من الفرن اهي. هسقيها دلوقتي اهي شربات وهي سخنه على الناحيه دي. الشربات بتاعنا شايفين لما تبرد تحسيه تقيل بس كده. نقلبها على الناحيه التانيه. تشرب الشربات بتاعنا. هنسقي بقى الشربات بتاعنا اهو كل ناحيه. احلى بس احلى كنافه بالقشطه. هشرب كل الكنافه. انا قلبتها كده على الوش التاني اهو نسيبها ثواني كده، بعدين نقطعها. احلى كنافه، احلى من بتاعه بره اهي. عايزاكم تخشوا وتشوفوا احنا عملنا الكنافه دي ازاي. تعالوا نشوف الكنافه بتاعتنا. بصوا ما شاء الله عليها. انا هات مميزه كده وجميله ما شاء الله.